السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبأحسن حال. هلة روايح رمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. وهنبدأ ان شاء الله نعمل مع بعض سلسلة حلويات رمضان. ان شاء الله هنبدأ بالقطايف زي ما انتم شايفين كده. النهاردة هنعمل انجح طريقة بإذن الله للقطايف. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. هقول لكم كده شوية تفاصيل هتخلي العجينة ناجحة معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. جايبالك الأسرار من قلب المصنع نفسه بتاع القطايف. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل القطايف القمر ديت ازاي، ونسر التسوية بتاعتها اللي هتديها اللون الذهبي الخطير اللي انت شايفاه ده. يلا كده نبدأ الفيديو ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. وكمان قبل ما نبدأ الفيديو هقولك ازاي تخزنيها، تعمليها من دلوقتي وهتخزنيها لرمضان. اول حاجة هنبدأ مع بعض الشربات. شربات القطايف لازم يكون تقيل وبارد. هنعمل 3 كوبايات سكر، هننزل عليهم بكوباية ونص من المية، هنزل عليهم بعصير نص ليمونة وبالفانيليا. انا بحط عصير الليمون وبحط الفانيليا كده في الاول، وما تقلقيش خالص مش بيمرر ولا بيحصل له اي حاجة. وهنرفعهم كده على النار. اول ما يغلوا هنشيلوا الريم كده اللي على الوش، وهتسيبيهم يغلي حوالي من 6 ل 8 دقايق. اول ما قوامه يتقل ويبقى بالشكل ده هتسيبيه كده يبرد. ويلا بقى نعمل مع بعض انجح عجينة للقطايف. هتمشي على المقادير هتطلع معاكي تحفة. عندي هنا كوباية من الحليب الدافي، عليها نص كوباية من المية، معلقة كبيرة من الخميرة، رشة فانيليا. وعندي هنا كوبايتين من الدقيق. نوع الدقيق بيفرق جدا في القطايف. لازم الدقيق يكون فيه عرق، يعني دقيق مخصص للمخبوزات. ما ينفعش تستخدمي دقيق بتاع الكحك والبسكوت. وعندي هنا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من النشا، وذرة ملح كده صغيرة خالص. الملح ده هو اللي بيدي العجينة العرق. وهتعجني بقى كويس جدا. وعندي هنا كوباية مية انا حطاها جنبي. هستخدم كده المية على حسب ما اشوف العجينة قوامها. السكر طبعا بنحط معلقة كبيرة على المقدار من السكر اللي بيديها اللون التحفة اللي شفناه مع بعض في اول الفيديو. وكمان لما بتحمريها هو اللي بيديكي اللون الذهبي كده الحلو اللي بتاع القطايف. فلازم تستخدمي السكر وانتي بتعجني القطايف، لازم هتحطي لها معلقة كبيرة من السكر. وهنا انا بختبر العجينة لسه كده قوامها تقيل، هنزل عليها كمان بشوية مية. عجينة القطايف بيكون قوامها كده سايل، ما بتكونش تقيلة. يعني العجينة كده بتكون نسبية على قد ما تقدري كده تشوفي العجينة مظبوطة معاكي. وبمغرفة كده وهتجيبيها وهتختبري العجينة، هتعملي كده خط زي ما انا عملت كده. هتشوفي العجينة كده يبقى قوامها مظبوط جدا. لو خفيفة هتزودي معلقة تقيل، لو تقيلة هتزودي شوية مية. وفي مصفى بقى، ولازم نصفي عجينة القطايف نتأكد ان ما فيهاش اي تكتلات من الدقيق. وفي طبق عميق بقى كده وهنصب عجينة القطايف، وهنغطيها كده بستريتش راب، وهنحطها في مكان ترتاح شوية. يعني من نص ساعة كده لساعة الا ربع. وهقول لكم دلوقتي على اسرار تسوية القطايف ازاي تطلع معاكي باللون الذهبي اللي شفناه مع بعض. عندي هنا صينية عندك صينية قديمة او شياطة، اي حاجة ترفع الطاسة اللي هتشتغلي فيها عن النار. مش هينفع تحطي الطاسة على النار مباشرة. وهنا انا بخرج الهواء من العجينة. قبل ما تشتغلي فيها لازم تخرجي الهواء منها. وهتصبيها بقى كده في دورق او في ازازة اللي هي زي ازازة الكاتشب ديت اللي بيكون فيها فتحة. انا عندي هنا الدورق بصب فيه كده العجينة. ويلا كده بينا على البوتاجاز. هنا انا حطيت الصينية قلبتها كده على عين البوتاجاز، وحطيت الطاسة اللي هشتغل فيها مسحة خفيفة جدا بقى من الزيت. وهتنزلي كده بعجينة القطايف، وهتختبري بقى العجينة اول واحدة وتاني واحدة لحد ما تظبط معاكي. اهم حاجة النار تكون الطاسة تكون سخنة جدا، ما ينفعش تهدي عليها النار. ويكون في مسافة كده بين النار
وبين الطاسه اللي بتشتغلي فيها. اي حاجه قديمه عندك هتستخدميها، اي شياطه، اي حاجه هترفعي بيها الطاسه عن النار ما ينفعش تستخدميها مباشره لانها بتتحرق بسرعه جدا. واول بقى ما بتشوفي الفقاقيع كده تعرفي ان العجينه بتاعتك مستويه وتمام، او العجينه ناجحه. شايفين المسامات بتاعتها من ورا مقفوله، تعرفي ان العجينه بتاعتك نجحت. وتوزيعة المسامات اللي في العجينة متساوية. هتطلعيها كده من على النار، اول ما هتلاقيها لونها خدت اللون الابيض كده واستوت، هتطلعيها من على النار وهتفرديها. مش هتحطيها على بعض، تبرد خالص، هتحطي واحدة جنب واحدة. ولو طلعت ناشفة منك ما تقلقيش، هي اول ما بتشم الهواء بتبرد خالص. وشايفين ما شاء الله القطايف عاملة زي الملبن، مستوية وطرية جدا، وبتتلفي معاكي بكل سهولة ومرنة جدا. هتلفيها تحطي فيها اي حشوة انتي حباها، واخدة اللون التحفة اللي انتي شايفاه ده. صدقيني والله ما هتفرق اي حاجة عن اللي بتشتريها جاهزة، بل احسن وانضف بكتير. الحشوة بقى اللي تفضليها، انا هنا هحشيها بالمكسرات. عندي سوداني مجروش، وعندي جوز هند، وعندي زبيب، وهنزل عليهم كده بمعلقتين من الشربات، وهتقلب الحشوة كويس جدا بالشكل اللي انتي شايفاه ده. ويلا بقى بينا كده نحشي القطايف. اهم حاجه هتمشي على مقادير العجينه مظبوط، والتسويه هتمشي على الكلام اللي قلنا عليه في التسويه. هتطلع معاكي حلوه جدا وباللون التحفه اللي انت شايفاه ده. اما تسوي عجينه القطايف ما تحطيهاش على بعض، وتحطيش كل اتنين على بعض علشان ما تلزقش، لازم تحطيها كده واحده جنب واحده. اول ما تبرد كده هتلميها بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهتحشي بقى باي حشوه انت حباها. تقدري تحشيها كريمه، شوكولاته، جبنه، اي حاجه انت حباها. ما شاء الله العجينة مرنة جدا وبتتقفل بكل سهولة. لازم تقفليها كويس جدا علشان الحشوة ما تخرجش منك في الزيت. وتقدري تلفيها كورنيه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتقليها في الزيت. وتحشيها بقى حبة كريمة، شوكولاتة، اي حشوة انت حباها. بس انا النهاردة طبعا هحشيها بالمكسرات، بوريكم بس الطريقة اللي تقدري تلفي بيها. وما شاء الله من كوبايتين دي عملنا كمية حلوة قوي. تقدري بقى تعمليها من دلوقتي وتشيليها في الفريزر لرمضان. هتحطيها كده في اطباق الفوم، وهتغطيها بستريتش راب او بكياس تلاجة. اهم حاجة هتقفليها كويس جدا، وهتحطيها في الفريزر. وهتطلعيها على الاستخدام، هتسيبيها تفك شوية وهتقليها. هتطلع معاكي كأنك لسه عاملاها. ما شاء الله تحفة. ويلا بقى كده نقليها مع بعض. طبعا زيت القطايف ما بيكونش سخن جدا، وما بيكونش ما تكونش النار هادية، بتكون على نار كده متوسطة عشان تديكي القرمشة بتاعت القطايف وما تكونش طرية ولا معجنة من جوه. لازم تقليها على نار على حرارة متوسطة عشان تطلع بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. وهتطلعيها وهي سخنة بقى والشربات تقيل بارد، وهتنزلي بيها في الشربات. الله اكبر، الله اكبر. وهتسيبيها بقى كده حوالي دقيقة او دقيقتين في الشربات. وهتطلعيها على مصفى تصفي كل الشربات الزيادة اللي فيها. لو لسه بتشوفوني بقى لحد دلوقتي، اتمنى بجد ان انتوا تحطوا اللايك وتشرفوني في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تسيبهاش كتير في الشربات علشان ما تشربش شربات كده وتطرى. انا عايزاها مقرمشه لحد اخر واحده. ما شاء الله شكلها تحفه وطعمها حلو قوي، وبجد حاجه كده بجد روعه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، وان شاء الله باذن الله استنوني في فيديوهات تانية كتيره. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تاني مره تضغطوا لايك. بحبكم جدا وشكرا للمشاهده، واستنوني في فيديوهات تانية، وباي باي.